معاكي برنامج الحقيقة، حضرتك طلبت إن أنت تعملي مداخلة معانا. أيوه. تعرف بيكي؟ لأ. طب أوكي، مفيش مشكلة. طب أحب أعرف مشكلتك. بُص يا حبيبي، أنا عندي بنتي مم. اتعرّفت على واحد مم. وبعدين يعني حبِّته وحبّها وكده، هو تمام. قبطان في البحرية وهي كام لسه. سنة؟ هي مم. 22. تمام. حبِّته مم. وحصل بينهم علاقة. مم. أنا وباباها منفصلين بقى لنا كتير وهي قاعدة معانا. مم. فالمهم إن حصل العلاقة بينهم من بعيد، بعيد، يعني أنا ما عرفتش حاجة مم. لغاية لمّا حصل في الأمور أمور وكده وبالصدفة مم. باباها جه يشوف الولاد. مم. تمام. مم. فوقع التليفون، فراح واخد التليفون وقرا المحادثات والدنيا والدين، مم. فعرف كل حاجة. مم. تمام. تمام. المهم جاب الولد مم. وشمال ويمين وشمال ويمين ومواضيع كتيرة 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 مم. لغاية لما بالعافية مم. الواد كتب كتابه. تمام. ده أنا مش قادرة أقول لك يعني بعد معاناة قد إيه لدرجة إن إيه يعني. مم. يعني اكتب النهارده وطلق بكرة، بس اكتب. تمام. الواد كتب الكتاب، مم. أبوها مسكه ضربه أبوها ضرب الولد؟ عشان يكتب، مش راضي. مم. يعني حصل انتوا كنتوا مشكلة. كنتوا عاملين له مثلا اللي هو تعالى، ما قلتلوش فيه ايه، كتبتوه بالعافية مثلا؟ لا 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 ما هو كده من لا غير اهله جم يعني وعملوا كتب كتاب، ولا من غير اهله؟ لا من غير أهله. تمام. بس أهله عرفوا. جميل. تمام. أهله عرفوا وباباها بقول لك حصل مشكلة وعمه جه في المشكلة وكتبوا تمام. الكتاب تمام. وكتب قايمة كبيرة بالعافية تمام. برضه، تمام. ومؤخر عالي بالعافية برضه. تمام. المشكلة دلوقتي مش ده كله. جميل. المشكلة إن الولد زي ما تقول مش متزن عقليا. مم. شوية يقول أنا عايز مراتي مم. ويجي ويقعد، مم. وشوية يحصل بينهم مشكلة كبيرة مم. ويسيبها ويمشي. هو عنده كام وشوية سنة؟ عنده 27. مم. تمام. آه يعني ما تعرفلوش توازن في مم. الحياة. هو دلوقتي كل المشكلة إن هو بيلف، هي البنت غضبانة قاعدة مم. عند باباها، مم. فهو عمال يلف ويدور على إن هو ياخد البيت. مم. عشان إيه بقى؟ مم. عشان يخليها تسرق القايمة وتديها له. وتديها له ويطلقها وتتنازل عن المؤخر. مم. المهم باباها عمل قعدة من كام يوم كده مع باباه هو وعمها مم. وأهلها كلهم يعني اجتمعوا. تمام. ف يعني تحس إن برضو أهل الولد مم. كل مشكلتهم إيه؟ مم. القايمة والمؤخر اللي مكتوب العالي. تمام. طب احنا نعمل ايه؟ نعمل هم اهله بقى، احنا نعمل قراية فاتحة كده قدام الناس وفرح وكتب كتاب كده سوري، مم. وبعد كده يبقى يطلقها. بس ايه، انت كاتب قايمة كبيرة ومؤخر كبير وحاجات كتيرة، فاحنا قصاد ان انت تدينا القايمة وتتنازل عن المؤخر ويكتب من اول وجديد. اكتب حاجة في القايمة كده، ربع مثلا القايمة مم. وربع مثلا المؤخر والكلام مم. ده. تمام. فباباها حاسس ان هما بيلعبوه على اساس بس يطولوا القايمة وتتنازل عن المؤخر. هو دلوقتي عايز البنت والبنت مم. رافضة تماما. مم. هو بقى عايش دور ايه؟ مم. شوية مجنون وشوية عاقل مم. وشوية انا مش عارف انا عملت كده ازاي، وشوية انا عايز مراتي، مراتي وحشتني.
مم. وشوية الكلام بقى اللي هو ايه، شوية طالع وشوية نازل. جميل أوي. مش عارفين نعمل ايه. البنت بتقول لك خلاص انا الموضوع انتهى تمام. من دماغي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أنا الصلاة أتكلم والسلام. معاكي مش كمتصلة لا، أنا أتكلم معاك كأمي. اتفضل يا حبيبي. بص يا حبيبي، أنتوا دلوقتي البنت دي إيه عقابها اللي أنتوا عاقبتوها؟ أنتوا عاقبتوا الولد. البنت بقى بنتكم عاقبتوها إزاي؟ يعني انا أنتوا بقى لا. جبتوا الولد مم. ومضيتوه وكتبتوه عليها، وحتى يعني ما خليتوش الولد يكتب عليها ويطلقها، لا انتوا ما استكفتوش بكده. لا انتوا لا خليتوا كمان الولد كتب قايمة كبيرة وعالية حبيبي، عشان استنى تربطوه. استنى، هو مرضيش بقى لما كتب، مرضيش يطلق. ما هو كان الاتفاق مع باباها وهو الواد ان انت اتجوز وطلق. ما هو يطلق الواد ازاي مرضيش وفي قايمة؟ يطلق، ما هو ما كتبش بقى القايمة في ساعتها. هو ما كتبش القايمة ساعة كتب طيب الكتاب. يعني هو لما جه كتب دلوقتي الكتاب ما كتبش مؤخر في كتب الكتاب يا امي؟ اكيد كتب كتب مؤخر. كتب اكيد انتوا خليتوه يكتب مؤخر برضك عالي عليه. فمش عالي، هينفع. طب هيطلق 250 يا ألف. حبيبتي 250 الف، هيطلق ازاي؟ هو في شاب النهارده هيعرف يجيب 250 الف عشان يروح يطلق واحده؟ ما هو ما هو لازم ما يا يطلقش. ما هو يا بابا كان الاتفاق ان انت لما تطلق عشان البت بس يبقى ليها قسيمة، لما تطلق البت هتتنسي. رجع الواد قال لك انا مش هطلق، انا عايز مراتي. طب وهو ايه ضمنه يا ام دلوقتي لما هو يطلق البنت هتتنازل؟ ما هو برضك يعني ربنا عرفه بالعقل. هو دلوقتي القسيمه مكتوب فيها 250 الف، وهو دلوقتي هيروح يطلق البنت، يضمن منين ان هي مش هتطالبه بالربع مليون جنيه اللي انتوا كاتبينه عليه؟ لا، ما ما هو هو اكيد بقى برضه هيبقى في ضمانات ليه، وعند المأذون هيبقى في ورق مكتوب ان هي اتنازلت وخدت حقوقها كذا 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 كذا. طيب هو دلوقتي لما ما رضيش يتنازل قمت انتم مكتبينه القايمه. لا، هو بعديها جه البت غضبانه، فبعديه تمام. عايز يجي بقى، تمام. وحشته. حضرتك جميل. فاهمني. اه. فالبنت وحشته. جميل. فباباها قال له انت دلوقتي تعتبر جوزها، وانت جميل. رايح جاي على اساس ان انت جوزها، حلو. يبقى نكتب قايمه. الواد كتب قايمه طبعا قايمه انتوا ما جبتوهاش. تمام. ولا هو. ايوه يعني ما فيش حاجه جت اصلا وما فيش شقه اصلا. تمام. لا، كان تمام. الاتفاق بقى ان هو هيجيب شقه، واحنا هنجيب اللي علينا وهو هيجيب اللي عليه، مم. والدنيا هتمشي كويسه بس طبعا اللي وهيعملوا فرح كتبناه لحد ما نبقى نجيب اللي احنا كاتبينه. لحد ما يتعمل الفرح تمام. وترجع كرامة. القايمه دلوقتي على الولد بكام؟ القايمة بحوالي 450 أو 500. 500 الف جنيه وعليه 250 الف مؤخر، يعني 750 الف جنيه على الولد عشان يفكر يطلق. ده امم صحيح. انت متخيله ان هو يطلق؟ هي مش عاوزاه. هي متخيله ان هو يطلق. الولد ده عشان يطلق مفيش الا حل واحد معاه، امم ان انتوا تقولوا له متنازلين عن كل حاجه. وده كرأيي انا الشخصي، اعملي كده. بص اقول لك على حاجه، البنت دلوقتي قدام الناس وقدام القانون وقدام كل حاجه الغلطه اللي عملتها هي اتمسحت باستيكه. مجرد ما تتطلق منه هتبقى بني ادمه طبيعيه، اتجوزت وانفصلت زي اي واحده بتتجوز وتنفصل. الغلطه اللي بنتك عملتها دي طول ما هي مع الولد ده يا امي هتفضل الغلطه دي معاها. لو فضلت معاها لحد ما تموت الغلطه دي عمرها ما هتتنسي. انتوا دلوقتي البنت مش هتعيش حياه مستقره. البنت دلوقتي عايشة مع واحد هو عارف ان هو اتجوزها اجباري مش اختياري. احنا ما سيبنالوش حرية الاختيار وقلنا له ايه، امشي وعايز تصلح غلطتك صلحها، مش عاوز خلاص. لا، احنا جبناه بالعافية وعملنا معاه مشاكل وتعالى ولازم ويحصل ويجرى وكده. فهو دلوقتي انت قلتيها كلمة صحيحة، لما بتوحشه بيروح يقعد معاه شوية ويمشي. غير كده هو لا هيجيب بيت ولا هيستقر ولا الكلام ده كله. وهي زهقت. يعني هي البنت نفسها هي زهقت من الموال ده. فاحنا دلوقتي مش عايزين البنت كأن احنا مثلا ايه، حد غلط معاه غلطة فاحنا بنأدبه بالغلطة دي بمقابل مادي. احنا بنتنا لا بنبيع فيها ولا بنشتري فيها ولا بنعمل الكلام ده كله. احنا يا أمة لازم نفضي المشكلة دي كلها. المشكلة دي تتفضي ازاي؟ انت يا حبيبي مش عايزين منك حاجة وتطلقها، وبنتك قدام الناس اتجوزت واتطلقت والغلطة اللي هي عملتها تدفن وتموت على كده، وربنا يكرمها بحد تاني من البداية وتتجوز من أول وجديد. إنما تطلع عايزة تاخد فلوس وعايزة تاخد جواز لا، حرام. مفيش حد باباها بيعمل بقى كده. باباها لا، باباها باباها يفهم إن بنته غلطت.
لازم يفهم ويقتنع ان بنته غلطانه، ما انا والغلط مش على لما قلت الراجل. له كده، انا لما قلت له كده البنت غلطت وانت ما عاقبتش البنت بحاجة، مم. قال لي يعني هموتها، هي ما غلطت تموتهاش. وخلاص خلص الموضوع. بس مش جميل. هتبقى ان هي يعني يحصل الموقف ده كله وفي الاخر برضو تطلع فاضية، هيبقى ولا جوازة ولا حاجة ليه استفادت منها. يا عم الحاج؟ ما الكلام ده لو هو اغتصبها. انما بنتك، ما تزعليش مني طبعا، انا قلت لك انت زي امي. الكلام ده ربنا لو يبارك. بنتك اغتصبها، انما بنتك كانت بمزاجها وبكامل قواها العقليه، ايه من مولد بلا حمص. الكلام ده لو بنتك راحه يعني قدام الناس في العام وعلني وعملت فرح وهتتطلق، لا. انت بنتك ما عملتش كده، ما تزعلش مني. انت بنتك عملت حاجه مش مظبوطه يعني، خدت الملف عكس. خلاص، يبقى القصه كلها عكس في عكس. احنا مش هنتاجر بقى بالبنت، مش البنت غلطت غلطه فاحنا بنجيب البنت اللي غلطت دي بنتاجر بقى عايزين نعمل من ورا منها فلوس، لا. يعني والواد اصلا على بعضه مش هتلاقي معاه اصلا فلوس، هو برضك شاب 27 سنه، هيجيب منين اصلا 50,000 يسيبهم لها؟ ما ها ابوه او امه او كده هيقولوا له طب ما انت الفلوس دي تتجوز بيها. هو مش قادر يجيب شقه يقعدها فيها، هيدفع. احنا كده بننفخ في قربه مخرومه. انتوا كده بتضيعوا في وقت البنت وفي عمر البنت، وفضايح كل يوم بتزيد اكتر. ما هو الولد لما يجي ويحكي النهارده لده وبكره يجي يحكي لده، ما هي دي فضايح للبنت برضه. لازم باباها يفهم ان هو في يوم من الايام سابها وسيبان. برضك البيت يا امي من غير اب، عمود البيت بيبقى وقع، ما تزعليش مني برضه. تمام. فهو عمود البيت هو وقع. قبل ما يحاسب البنت وقبل ما يحاسب الولد يحاسب نفسه. ايه اللي بينكم بقى انت وهو الله اعلم بيه، بس حاسب نفسك. ان انت اكتشفت ان بنتك كده بان تليفونها وقع، انت كنت فين قبل ما بنتك تعمل كده؟ انت كنت فين لما بنتك بتعمل كده؟ طب لو انت ما مسكتش التليفون بتاع بنتك غصب عنها، تعرف انت ايه عن بنتك؟ ولا هي بنتي بقت حلوه دلوقتي عشان في 750 الف جنيه هتجيبهم؟ ما احنا برضك يا امي نكون واقعيين. اي حد يا امي بيغلط الغلطه دي بيقول للناس ايه؟ عايزين ورقه لو حتى عرفي تثبت ان هي كانت متجوزه ومتطلقه. ايوه. برضك اقول لك حل تاني. هو الولد عاوز البنت وشاري البنت، جميل لا. قوي. جميل قوي، خلينا يا ستي، هو بيغمزنا وبيضحك علينا وبيقول انا عاوز البنت وشاري البنت، برافو جميل قوي. عليك. خلينا بس نضحك على نفسنا. ادي يا عم القايمه بتاعتك متنازلين عليها، وادي المؤخر بتاعك متنازلين عليه، طلق يا ابن الحلال البنت. عايز تيجي تتجوز البنت، تعال لنا من الاول الجديد، يبقى انت جاي شاري بنتنا، مش شاري غلطه. بنتنا غلطتها واحنا بنأدبك وبنأدبها عليها. لو انت عاوز حلو البنت الحل ده. وشاريه، اه طبعا لو انت عاوزها وشاريها تجي لها من البدايه. ولا احنا دلوقتي لينا عندك حاجه ولا انت ليك عندنا حاجه، احنا بنتنا معانا وورقتنا معانا اللي بتقول ان بنتنا اللي عملته دوت كانت متجوزه وعملته، والله يسامحها طبعا بقى اللي هي عملته. وانت دلوقتي معاك ورقك ومعاك فلوسك وما خدناش منك حاجه. شاري البنت وعاوزها، تعالى خبط علينا ونتفق ونتجوز بما يرضي الله. زي اي اتنين بيتجوزوا، نتفق ونقعد ونتجوز. خدت حاجتك وهي دي الحاجه اللي كانت ربطاك بيها وخايف من الحاجه، يبقى الله يسهل لك بحاجتك يا ابني ومش عايزين منك حاجه، وهي غلطت الله يسامحها وانت غلطت الله يسامحك، وخلاص على كده. صح كده. انا هقول الحل دوت وربنا يوفق. ولازم باباها ما يتعاملش مع البنت ان هي مصلحه جايه له. هي بنته غلطت، لما نقعد قاعده كده يا امي برضك في وسط ناس، وناس بتفهم بقى وناس معلش يعني معلمين، ونقعد نحكي لهم واحد اتنين تلاته، هيقولوا للراجل اللي هو باباها انت مش مكسوف وانت بتقول تطلع من المولد بلا حمص؟ هي اصلا كانت دخلت المولد معززه، ما هي دخلت المولد اصلا من البدايه وهي مرخصه نفسها ببلاش خالص. جايه وهي تطلع عايزه فلوس؟ لا يا عم، ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد يقعد في قعده. هو كتر خير الواد، هو غلط وهي غلطت، كتر خيره اتجوزها، يدينا ورقه طلاقتنا، يبقى احنا معانا ورقه جواز وورقه طلاق، وكده بيثبت ان بنتنا من اللي عملته ده عملته ايه، هنقول قدام الناس بقى ان هو ده حصل في الحلال والله يسامحنا. والولد يطلقها وتتنزل له عن حاجته. عايز يجي يتجوزها فوق دماغنا ويجي يتقدم، مش عاوز، بنتنا معانا وورقتنا معانا، وتبتدي حياه تانية وحياه سعيده وتدفن كل اللي حصل ده ورا ظهرها. هو ده الحل اللي صح.
كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. ماشي يا أموري، كتر في أي خيرك. وقت كلميني وتأمريني في أي حاجة يا حبيبتي. ربنا يبارك لك على الرقم ده. اه يا حبيبتي، في أي وقت كلميني. ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا ربنا يبارك يطمنك لك، كتر. عليها ويسامحها يا رب. يا رب يا رب. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا اتفضلي حبيبي، مع اتفضلي ألف يا أم، سلامة. اتفضلي، سلام عليكم.